السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك كل حبايبي، ازيك كل مشاهدين داخل مصر وخارج مصر. اللهم صل على سيدنا محمد. ام زياد جايبه لكم ايه يا حبايبي؟ انا كنت قايله لكم ان ازرع معاكم الجرجير النيلي عشان اوريكم بزرعه ازاي. طبعا يا حبايبي في جرجير اللي هو بيبقى احمر المر ده، فايه ده الواحد ايه ساعات ما بيستحملوش، وفي جرجير بيبقى ايه نيلي كده ورقته عرضه وحلو. فانا الوقت هوريكم يا حبايبي زرعت الجرجير وبزرعه ازاي. شوفوا بص الحاجات الحلوه ديت. فخليكم معايا يا حبايبي هوريلكم ازاي. طبعا هنا يا حبايبي تبن ايه الاسمر، تبن الاسمر من عند العلاف، وهنا تينه على رمله، تينه على رمله. هتعملي ايه يا ام زياد؟ هنا مؤاخذه الجرده اللي هزرع فيها اهو، حاطه فيه ربع ايه تبن، عشان لما اجي انقل الجردل ولا حاجه يبقى خفيف عليه، ميبقاش تقيل، وفي نفس الوقت تبقى التينه ايه خفيفه. دي التينه رمل على تينه كده. طبعا يا حبايبي انا عملت التينه اهيت رمل على تينه، وطبعا فرشت تبني من تحت كمان عليه عشان تبقى مؤاخذه الجردل خفيف، ما لو نقلت ولا حاجه يبقى خفيف. هتعملي ايه يا ام زياد؟ هنا هسقي بقى ايه ميه، هي عادي سقيه عادي اهي، بصوا بدلق عادي، لكن لو في زرع مش هدلق كده اهو يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. كده يا حبايبي اهيت هسوي الارضيه بالطريقه دي كده. طبعا يا حبايبي انا سويت ايه وش التينه اهيت. هتعملي ايه بقى يا ام زياد؟ وتخليها دايما مسويه كلها زي بعضها، عشان لما تيجي تسقي يبقى كل الارضيه زي بعضها، مبقاش حته عاليه وحته نازله اهو يا حبايبي. بصوا بالطريقه دي هتعملي ايه بقى يا ام زياد؟ هنا الجرجير اهو يا حبايبي، تقوي اهو اللي ما يعرفوش، دي تقوي جرجير اهو، دي تقوي جرجير، ده جرجير النيلي، ده جرجير جميل جدا جدا. طبعا بتبقى ورقته عريضه ومبقاش يحرق الجرجير اللي بيبقى هادي، لكن الجرجير ده اللي هو ورقته حمراء، بتبقى ورقته حمراء. بصوا يا حبايبي بتبقى عدنه حمراء، وبيغيب في طلوعه، بيغيب في الطلوع بتاعته. هنا اهو بصوا اهو ده غاب بقاله مده، وبصوا اهو يا حبايبي حتى تلاحظوا ان العود احمر. ده يا حبايبي ايه زي ما قلت لكم العود اللي هو الاحمر، لا هو بقى فيه اللي بيبقى اخضر وطري كده حلو، هو ده التقاوي اللي انا بستريح له بصراحه. ده اسمه جرجير نيلش، بيطلع بسرعه وبتبقى ورقته حلوه. هتعملي ايه يا ام زياد؟ هاخد كده خفيف خفيف وهنا، وهروح رشه كده اهو يا حبايبي اهو كده، ما بتقلش عشان يطلع خفيف وحلو، يعني ما يطلعش ايه تقيل على بعض. بص حبايبي اهو قربتهولكوا اهو كده، خلاص خلصت يومين وبتلاقيه يطلع، ما بيغيبش الجرجير النيلي. لما تيجي تعملي تروحي تجيبي تقاوي قولوا له انا عاوزه جرجير نيلي. نيلي ده بقى اللي هو بتاع ايه زي تقولي ايه زي النيل، يعني ان هو بيبقى طري وبيكبر بسرعه. ويا رب كده يعجبكم زرعي، ويعجبكم طريقه زرع بسيطه اهي لاي حد، ويا رب يبارك لكم يا رب. ومحدش ينسى الاشتراك، اللي شفنا اول مره يفعل الجرس ويدوس على الاشتراك. وطبعا حبايبي اللي بيعملوا لايكات وبيتابعني يجعلوا في ميزان حسناتكم حبايبي. هنا طبعا الجرجير بقى اللي بقول لكم عليها اهو جميل جميل اهو، حاجات اللهم صل على سيدنا محمد اهو كده. طبعا بوريكم خطوه خطوه اهو يا حبايبي. وطبعا القوطه طلع تحت منها خص كتير اهو. وهنا الجرجير الفجل الاحمر اهو يا حبايبي. طبعا انا وريتهولكم قبل كده، انا فرحانه بيه بصراحه، انا فرحانه بيه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا يا حبايبي اللي يشوف الفيديو يعمل ايه اللايكات والاشتراكات، حاجات جميله اهي.
وبقول لكل حبايبي متشكرة جدا جدا داخل مصر وخارج مصر، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وربنا يديكم اللي نفسكم فيه.